الساعة، الآلة العجيبة اللي عرفتنا أهمية الوقت في حياتنا. وفي الحقيقة بدأنا نعرف الوقت من فترة طويلة، وهنبدأ فيها من عند مصر. وأشهر حاجة عرف بيها المصري القديم الساعة، وبالتحديد الوقت. وهي كانت المسلة الفرعونية. والمسلة الفرعونية كانت مصممة في الأصل لمعرفة الوقت، وبتسمى بساعة الظل. وقسمت ساعات الظل المصرية اليوم إلى 10 أجزاء، مع 4 ساعات إضافية وبتسمى بساعات الشفق، وبيبقوا ساعتين الصبح وساعتين بالليل. وكان في كذا شكل من ساعات الظل، لكن كان في مشكلة. الساعات دي كانت دقيقة جدا في تحديد الوقت بالنهار، لكن كانت في وقت الغيوم وبالليل كانت تعتبر عديمة المنفعة. علشان كده بدأ المصريين في تطوير كذا شكل من أشكال قياس الوقت، وكانت من ضمنهم الساعات المائية وكمان الساعات الرملية، وكمان نظام الفلك وتتبع النجوم. وأقدم ساعة مائية معروفة كانت في قبر الفرعون أمنحتب الأول سنة 1525 قبل الميلاد. وأدوات القياس كانت كتيرة، وكان صعب جدا تحديد أنهي حضارة بالظبط هي اللي بدأت في قياس الوقت، والمعرفة اللي كانت ورا العلم ده. وفي الحضارة الإغريقية اللي كانوا بيستخدموا الساعة المائية لتحديد الوقت، وكمان بنفس الساعة دي كانوا بيستخدموها في الصين في التحديد سلالة شانر. وكمان زي حضارة بلاد الرافدين اللي كانوا بيستخدموا الساعات الشمعية، وكذلك الساعات الرملية اللي اشتهر إن العرب أول ناس هم استخدموها. وجيل ورا جيل لغاية القرن ال14 في أوروبا، والبداية اللي هم اخترعوا الساعة الميكانيكية. وفي القرن ال16 بدأوا في اختراع ساعات الجيب، وكذلك على تعاقب الأجيال وأنواع الساعات وتاريخها في الوقت. ولسه الحكاية ما انتهتش، وليها جزء تاني.